مجازاة السيئة بالحسن كانت خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، يساء إليه فيجازي من أساء إليه بالإحسان، لأنه يراقب الله سبحانه في أفعاله، ولأن الله سبحانه وتعالى قال له: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صديق حبيب. يذكر لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قصة في هذا المعنى في حلمه وسعة صدره وعفوه. مفادها أن أعرابيا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف، فجذبه جذبة حتى أثر برنوس الذي كان على عاتقه وكانت حاشيته غليظة، أثر على عاتقه على رقبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجذبه حتى التفت إليه صلى الله عليه وسلم جذبة قوية جعلته صلى الله عليه وسلم يلتفت قهرا إلى الأعرابي، تصرف فيه من الغلظة والجفاء الذي كان عليه الأعراب. ثم قال: يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهو منهي أن يخاطبه بغير معاني التعظيم. ثم قال: احمل لي على بعيري هذين. أتى ببعيرين قال: املأهم بالطعام وما أحتاجه، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. قول غليظ، تصرف غليظ، فظاظة في الأقوال والأفعال تقتضي العقاب. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما وقال: صدقت، المال مال الله وأنا عبده. الوقفة العظيمة هنا، لم يلتفت إلى ذاك الإيذاء في أول خطاب مع الأعرابي. صدقت. ماذا فعل الأعرابي؟ فعل أفعالا عدة قبيحة لم يقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عند المناداة باسمه الشريف حافيا من التعظيم والإجلال، ولا عند جذبه، ولا عند نسبته إلى المال مال الله، إنما وقف عند قوله: المال مال الله، ولم يقف عند قوله: لا من مالك ولا من مال أبيك، بل وقف عند مر من مال الله. قال: صدقت. يعلمنا أن ننظر إلى الجانب الإيجابي في ذاك الذي يؤذينا. صدقت، المال مال الله وأنا عبده. ثم امتحنه وقال: يقاد منك يا أعرابي، يعني نقتص منك ما فعلت بي. فقال الأعرابي: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تجازي بالسيئة السيئة. يقول سيدنا أبو هريرة: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بأن يملأ أحد بعيريه تمرا والثاني شعيرا، صلوات ربي وسلامه عليه. صدق من قال فيه: فعله كله جميل، وهل ينضح إلا بما حواه الإنعام. صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا ونبينا ومولانا محمد كامل الذات والصفات، وعلى آله وأصحابه النجوم الهداة.